صباح الفل وصباح الهنا وصباح الياسمين وصباح السعادة على قلوبكم. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ بصوا بقى، انا لسه جايه اهو دوبك من بره، قلت اصور لكم الحاجه الجميله والبشاير بتاعه البرتقال طلعت. بصوا شايفين الجمال؟ انا بحب البرتقال اول لما يطلع ان انا يعني اجيب ادوق، حتى لو حادق مش بحب اجيب ادوق. بصوا انا جبت كيلو واحد بس ب 15 جنيه عشان عارفه ان هو يبقى لسه حادق. يعني ايه؟ انا اللي هتدبس فيه، محدش ياكل منه الا انا. اي حاجه في الفاكهه او الخضار بتبقى طالعه بشاير بحب ان انا يعني ايه اشتري منها، حتى ولو كيلو كده ادوقها بتبقى حلوه. انا بحب الحاجات اللي هي البشاير. بصوا بقى، صلوا على النبي، واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس على الكل عشان يوصلوا كل فيديو جديد ان شاء الله. ولايك للفيديو وشير عشان تكبر القناه بيكم احلى اخوات في الدنيا. بصوا بقى، انا جيت يا دوبك والله العظيم لسه. بصوا ما باخدش نفسي قبل اول ما بخش واكون جايبه حاجات بحب اصورها لكم عشان ما انساش الاسعار. نصلي على النبي ونعمل كومنت حلو ونعمل لايك للفيديو. بصوا بقى، انا اشتريت ايه الكيس الهوت دوج ده. انا كنت بجيب اللي هو انتوا عارفين ان انا بجيب السوسيس اللي هو السايب دوت، بس ما لقيتش منه بصراحه. يعني فقلت اجيب ده الحجم العائلي ده عشان بيقعد عندي في التلاجة. كيس الهوت دوج ده بصوا 25 قطعه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده ب 160 جنيه. ماشي، بيقعد عندي مثلا حد لو حد جعان او حاجه او اكون بعمل اكل ممكن اقلي لهم منهم، حد جاي من بره حد كده بقلي منه فبيقعد عندي في التلاجة. بصوا بيبقى حلو، بجيبه والبنات بيقولوا منه كمان. ده ال 25 قطعه يا بنات ب 160 جنيه. ماشي كده. ده نوعه مش عارفه نوعه ايه والله. اطياب. اطياب احلى حاجه، انا بحب حاجه اطياب اصلا، حتى لما بجيب الهمبرجر بحبه اطياب بيبقى جميل. تمام كده. وجبنا طبعا الكاتشب والمايونيز بتاعنا. انا عايزه اعمل لهم والله كاتشب ومايونيز في البيت، وان شاء الله باذن الله هعمله واصوره لكم ان شاء الله في القناه. بصوا المايونيز كيس ب2 جنيه، والكاتشب كيس بجنيه. تمام كده. في حاجه فيهم بجنيه وفي حاجه ب2 جنيه، مش عارفه انهي فيهم اللي بجنيه ولا اللي ب2 جنيه. المهم دول الكاتشب والمايونيز. تمام كده. انا بدخل السوبر ماركت والله العظيم بنسى الاسعار بعد كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت كيسين مكرونه. الكيس المكرونه زي ما هو مغليش على فكره، مكرونه حوا والملكه هي نفس السعر، الكيس ب 10 جنيه. جبت كيسين ب 20 جنيه. تمام. من بكره ان شاء الله هحاول اعمل مكرونه وبانيه، فجبته عشان يبقى عندي موجود عندي مكرونات كتيره، بس ما بقالي كتير ما جبتلهمش القلم دي، قلت اما اجيب القلم واعملها النهارده ان شاء الله، اعملها بكره باذن الله. الزيت عندي قرب يخلص، قلت اما الحق اجيب الزيت. بصوا ازازه الزيت السندباد دي لتر يا بنات ب 61 جنيه. بصوا البرتقانه حالفه ان هي لازم تقع. انا عايزه اقول لكم، انا دخلت الاوضه وقفلت على نفسي وقفلت المروحه في الحر ده والله العظيم عشان بلال مشغل الفيديوهات على الاخر. بلال مش راحمني حقيقي، حقيقي بلال مش راحمني. بصوا يا بنات، دي الازازه اللتر دي تقريبا ب 61 جنيه. هشوف لكم الحجم بتاعها قد ايه. دي بصوا لتر اهي، شايفين اهي. لتر واحد لتر ب 61 جنيه. ماشي. على فكره الزيت رخص، الزيت رخص. انا كنت بجيب الازازه ب 65 وبعد كده بقت ب 63 وبعد كده بقت 61. الحمد لله في حاجه رخصت والله العظيم. قصاد الخضار اللي بيغلى في حاجات تانية بترخص، الحمد لله الحمد لله والله نحمد ربنا. فانا جبت اتنين يبقوا عندي، وانا عندي اصلا ازازه تانية كنت جايباها من التموين بتاع ماما. انا باخد التموين بتاع ماما بتاع ازازه زيت في الشهر الحمد لله. فكده جبت الاتنين دول. اللهم صل على حضره النبي ب 122 جنيه الازازه لتر. تمام. إيه. اللهم صل على النبي. السوبر ماركت اللي انا بجيب منه عايزه اقول لكم بيبيع الحاجه بسعر الجمله، فما اعرفش يجيبوه، ممكن بره تبقى اغلى من كده على فكره. تعالوا بقى نشوف الخضار واسعار الخضار النهارده. صلوا على النبي يا جماعه واعملوا لايك، يلا اللي ما عملش لايك يعمل لي لايك. اللهم صل على النبي. ده البرتقال بصوا كده. والطماطم النهارده والله العظيم انا اتفاجئت وحياه ربنا. انا بقالي بس يعني يومين اتنين ما اشتريتش خضار. انا لسه كنت جايباها الفيديو اللي فات ومصوراها معاكم، عارفين كان سعرها كام؟ ارجعوا كده للفيديو اللي فات. كانت القوطه كانت اللهم صل على حضره النبي كانت ب 17 جنيه. عارفين النهارده القوطه بكام؟ ب 24 جنيه الكيلو. الطماطم النهارده ب 24 جنيه الكيلو والله العظيم. الراجل قال لي، حسيت ان انا اتصدمت. طب وطي بس قبل ما اصور الفيديو. الراجل قال لي القطه ب 24 جنيه، حسيت ان انا يعني بصراحه يعني كان هيغمى عليا. قلت له، حسيت ان هو بيكلم الراجل التاني اللي هو بيشتري فاكهه. قلت له، ففضلت قاعده مستنيه كده، لو سمحت يا الطماطم بكام؟ القوطه بكام؟ قال لي ب 24. قلت له انا فاكراك بتقول للراجل سعر التين او سعر الفاكهه. قال لي لا والله يا مدام الكيلو ب 24. قلت له طب وزني كيلو وربع، يعني عارف كيلو وربع وكنت عايزه امشي يعني، طب ما ينفعش تديني نص كيلو؟ فقلت كيلو وربع عشان اعمل منها السلطه وتبقى عندي اعمل منها الخضار ان شاء الله بكره.
جبت كيلو وربع طماطم، الكيلو ب 24. الفلفل بقى النهارده الحامي والرومي ب 20 جنيه، جبت ربع كيلو وانا عندي في التلاجة رومي، فقلت اجيب حامي. طب اقفل عليك يا سمير، سمير اقفل عليك طب والنبي البلكونه، الفيديو مفتوح. نعم. طيب نقفل بس عشان صوت بلال، والفيديو لما اجي اصور لازم كله يتكلم في التليفون. سمير والنبي انا فاتحه الفيديو، اقفل بس عليك البلكونه على ما اصور الفيديو. الازاز الاثنين يعني. بص انا عندي الحمد لله ما شاء الله الاسره الكريمه بتاعتي كل حاجه بيحبوا يعملوها اول لما انا اجي اصور. الحمد لله. جوزي بيتكلم في التليفون، معلش سامحوني يا جماعه، سامحوني والله، كل اللي عايز يعمل مصلحه بيعملها وانا بصور الفيديو. الفلفل الكيلو ب 20 جنيه، انا جبت ربع كيلو تمام فلفل حامي. احنا ولادي ما بيستغنوش عن الفلفل الحامي وانا زيهم طبعا زي ما انتم عارفين. الخيار، اللهم صل على حضرة النبي، الخيار بكام؟ انا جبت نص كيلو ب7 جنيه الخيار. الكيلو ب 14 جنيه، انا جايبه نص كيلو ب7 جنيه تمام كده. بصوا جميل وحلو قوي. الخضره بقى والله العظيم راحت في 60 داهيه. حزمه الخضره دي ب2 جنيه وبالعافيه يعني عارفين في السوق بتبقى ب3 جنيه يعني. انا جايباها من الراجل اللي بيبيع خضار على الشارع ب3 جنيه، جو ب2 جنيه. دي ب2 جنيه الصغننه دي، بصوا ما فيهاش حاجه، ورقه يعني تكاد تكون ورقه ورقتين كده. جايباها ب2 جنيه، جوه في السوق من جوه ب3 جنيه. اللهم صل على حضرة النبي. ماشي كده يعني. الخيار النهارده ب 14 جنيه، الطماطم النهارده يا بنات ب 24 جنيه، الفلفل ب 20 جنيه. لكل البنات اللي بتسالني على الاسعار، انا بحب والله انزل لكم الاسعار زي ما انتم بتطلبوا مني اهو. الخضره النهارده يا بنات ب2 جنيه، جوه في السوق مع الفلاحين الصبح بدري ممكن تاخديها ب2 جنيه ونص وب3 جنيه، يعني لو انت جيتي اتاخرتي شويه زي كده شويه في السوق تمام. انا طبعا دي جايباها ب2 جنيه بس عشان الخضري معرفه يا جماعه. انا بروح له كل يوم. بصوا بقى يعني عايزه اوريكم، بصوا بقيه الحاجه تحت اهي، بس انا مش عارفه اصور لكم بقيه البرتقال تحت والحاجه تحت اهي، لسه هنلم الحاجات دي. طيب وجبت ايه تاني؟ انا بجيب التوابل، بحب ان انا التوابل اجيبها زي ما هي صريحه، وانقيها وانخلها واديها تحميصه ثانيه كده على النار او كام ثانيه كده، وبعد ما بحمصها بسيبها تبرد واروح ايه ضربها في الخلاط، بتبقى جميله جدا. وبحط معاها عودين قرنفل، حتى لو هطحن فلفل اسمر بحط معاها عودين قرنفل، حتى لو هطحن كمون اي كزبره اي حاجه عودين قرنفل، حته واحده حبهانيه، حته لوري، كل الحاجات دي بتديها نكهه حلوه جدا. شعره قرفه بتدي التوابل حلو، ريحه حلوه قوي يا بنات. ماشي. انا طبعا ما فضيتش والله، لما ما بفضاش بروح شاريه الجاهز. بصوا ده ب 10 جنيه فلفل اسود جاهز. يا رب حماتي ما تشوفش الفيديو وما تسمعوش عشان هتبهدلني. انت شاريه من بره، شاريه من بره توابل جاهزه ليه؟ هاتيها وطحنيها انت في البيت. والله العظيم انا ما قادره حقيقي بجد، الفيديو ده هيتحذر، انا عارفه الفيديو ده هيتحذر. البلكونه مفتوحه والاغاني شغاله وكل حاجه شغاله. وجبت ب 10 جنيه توابل. بصوا انتوا عارفين ان انا بحب اجيبها واطحنها في البيت زي ما انا بقول لكم، بجيبها وانخلها وانقيها واحمصها تحميصه كده خفيفه على النار واسيبها تبرد واضربها في الخلاط في الكبه. بصوا دي ب 10 جنيه توابل و10 جنيه فلفل اسود مؤقتا. عقبال ان شاء الله ما انزل اجيب بقى كده يعني حبه حلوين واعمل التوابل بقى ان شاء الله قبل الشتاء باذن الله، اعمل حبه حلوين كده واصورهم معاكم في القناه باذن الله. لايك وشير وجزاكم الله خير، وكل اللي بيشوف لي الاعلانات الله يفرح قلبه ويكبر خاطره، واللي من بره مصر يشوف لي صفحه المعلن. وربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي وما نحرمش منكم يا احلى اخوات في الدنيا.